كثير تجي تعليقات ايش المونتاج اللي استخدم، كيف صوتي واضح، وكيف كيف كيف. السلام عليكم، كيفكم؟ صباح الخير. الفيديو زي ما هو موضح في العنوان راح يكون المعدات اللي استخدمها في تصوير الفيديو، سواء المايك، المونتاج، الكام، العدسة، كل شيء راح احكي اليوم عشان يكون مرجع لكل شخص حاب يبدأ قناته في اليوتيوب أو يتساءل كيف تصويري كذا. فيلا نبدأ الفيديو. قبل نبدأ الفيديو تأكدوا انكم مشتركين في القناة من خلال زر السبسكرايب، واضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم تنبيه من اي فيديو اسويه، وسووا لايك لان هالشي يدعم قناتي. مرة شكرا. نرجع حاجة كثير نسأل عنها اللي هي نوع الكاميرا اللي استخدمها. الكاميرا اللي استخدمها هي كانون 600D، اكيد في اصدارات بعدها بس هذه اللي استخدمها. ثاني حاجة استخدمها للفلوقات غالبا اللي هو جوالي ايفون 6 بس. كام والعدسة كلها اشتريتهم من قبل ابدأ اليوتيوب. فاشتريت هذه العدسة اللي هي راح اكتب لكم مواصفاتها هنا، وهي تستخدم للأماكن إذا أنت تبغى تصوري أماكن طبيعية، رحلات برا يعني البيت، فهذه تنفع للتصوير لأنها تكبر، تسوي زوم وواضحة الصورة. العدسة اللي الآن أصور فيها هي 50mm، وهي عدسة العدسة زي ما انتم شايفين عازلة لورا وموضحة اللي قدام هنا. من وين أخذتها؟ أخذتها من كام فور سيل. تقريبا أرخص يطلع لك من المحلات الثانية ب100-120 ريال، لأنه بحثت بجرير، بحثت في أماكن ثانية كثير. كام فور سيل هو أرخص واحد يبيع عدسة العزل، أتوقع 375 ريال بالضبط، وإذا صار في تخفيض كمان تنزل إلى 312 ريال، فمرة حلو. كام فور سيل ترى عندهم موقع، يعني تقدر تطلبوا أونلاين أو تروحوا لموقعهم أو محلهم اللي هو أتوقع إنه في التخصصي. كل 5 ثواني الفيديو جالس يوقف، فطفشني الحين بوقف. يا رب ما يوقف، يا رب ما يوقف. وقف. اوكي تمام. let's go يلا بسرعة. اوكي، بالنسبة للمايك والصوت كيف هو واضح، انا استخدمت في بداياتي استخدمت المايك تبع الكاميرا وما كان واضح، وكثير اشتكوا ان الصوت مو واضح هذه الاشياء. فبعدين تقدمت مرحلة شوي واشتريت مايك اللي هو الان جالسة استخدمه. هذا هو شكله. طبعا يستخدم اذا انتي بس يعني وحدك جالسة تصوري، اما اذا كان عندك اشخاص معك فيا اما انك تشتري مايك احترافي واللي هو هذا، لان كثير ناس تستخدمه وكثير عليه مدح، بس صراحة ما وصلت لهذه المرحلة. حابة ابدأ بشيء يعني يكون رخيص وما اندم اني شريته ويكون غالي وبعدين ما راح استفيد منه، لاني انا دائما اشتري اشياء وما استفيد منها، ولاني ما كان عندي مبلغ. اوكي. في خيار ثاني انا سويته عشان في احدى فيديوهاتي كان اخواتي معي لين وغدير، فقلت انه لازم اسجل، يعني ما راح اقدر اسجل بالمايك هذا، فقررت انه اسجل في الجوال. تسجيل مره واضح مره حلو، راح احط لكم فيديو عشان تتاكدوا انه الصوت حلو. فاذا انتي مو حابه تشتري مايك زيي تقدر تستخدمي تسجيل الصوت تبع جوالك، وهذا شيء عادي. من احدى اليوتيوبر يستخدمون هذه الطريقه اللي هو خلف زون، او هذا هو اذا تعرفوا هذا الشخص. بس في حركه بالمونتاج لازم تسوينها عشان يضبط الصوت مع التصوير، ما يروح الصوت، يعني الصوت يكون شيء يبدا قبل الصوره او شيء زي كذا. اول ما تبدي تصوري وتجي صوت سوي هذه الحركه. لما تسوي هذه الحركه وتجي ترفعي على المونتاج راح تلاحظي انه في صوت كذا مرة طويل زي ما هو موجود في الصورة. هذا هو الصوت التصفيق اللي انتي سويتيه. طابقي صوت الكام مع صوت التسجيل الصوت مع بعض، وبكذا يكون الصوت والصورة مع بعض يشتغلوا. قبل ما نكمل الفيديو انا فكرة اسوي جزء ثاني، وهذا الجزء راح يكون منكم انتو، يعني اكتبوا لي اسئلتكم كيف تبدأ كيوتيوبر او بلوجر، اكتبوا لي اياها تحت. والفيديو الثاني راح يكون نصائح لكم لأي شخص حاب يبدأ قناة، كمان الأجاب على أسئلتكم. فتأكدوا أنكم تكتبوا الأسئلة تحت عشان يكون في فيديو. إذا ما كان في أسئلة كثير
ما راح أسوي فيديو لأنه شوية بتكون الأسئلة ما يسوى فيديو كامل. أو بس يلا خلينا نرجع نكمل الفيديو. بالنسبة لبرامج المونتاج في اثنين. أول برنامج اللي هو آي موفي واللي أنا أستخدمه شخصيا، جاني على أجهزة الماك وما يكون موجود بالويندوز، يعني ما تقدر تحمليه بالويندوز. ثاني برنامج اللي هو افتر افكت، كثير يوتيوبرز يستخدموا هذا البرنامجين والأغلب يستخدم آي موفي بالبداية، بعدين لما يقرر يكون احترافي أكثر راح يستخدم برنامج افتر افكت. أتوقع أنه افتر افكت، فراح أتأكد لكم وأحط اسمه هنا. وبكل الحالتين سواء استخدمتي آي موفي ولا افتر افكت، أهم شيء إنه كيف أنتي إبداعك في التصوير، إيش الحركات اللي أنت تسويها، مو مهم المونتاج بقد ما أنتي مبدعة في التصوير. مثل نفسك، حتى الأشياء اللي أنت تحبها، لأنه أكيد راح تلقى ناس يحبوا نفس الأشياء اللي أنت تحبها. لا تحاول تقلد شخص ثاني بس عشان تكون مشهور، لأنه الشخص هذا سوى هذه الطريقة نجحت معه، مو معناه أنه راح ينجح نفس الطريقة معاك. أتمنى شيء يعني بخاطري جدا أقوله، إنه حاولوا تقدموا محتوى مفيد. ملينا من المحتوى الترفيهي اللي بلا هدف والتحديات والمدري إيش. يعني حلو الواحد ينوع، مثلا مرة تحدي، مرة موضوع مفيد، مرة مو لازم موضوع مفيد يعني كتاب وقراية ومدري إيش، لا يعني حاولوا تحطوا يعني بالمجال اللي أنت تهتم فيه. مثلا مجال الرسم، اطرح مواضيع يستفيد منها الرسامين، الألوان اللي تستخدمها مثلا، كيف ترسم كذا، كيف تسوي كذا. متأكدة أن أنت عندك موهبة، وحاول تبدأ قناتك في هذه الموهبة وراح تنجح فيها. وقدم. إن شاء الله حبيت الفيديو، إذا حبيتوه أتمنى من كل قلبي تسووا لايك لأن هالشي يدعم قناتي، وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا الجزء الثاني من هذه السلسلة واللي هي راح تكون نصائح، وكمان راح أجاوب على أسئلتكم. فتأكدوا إنه تكتبوا الأسئلة تحت يخص اليوتيوب أو أي سؤال عن هذا الشيء، اكتبوا لي إياها تحت وإن شاء الله راح أجاوب عليها في فيديو ثاني. وكمان راح أقول لكم على كيف تخلي جوالك كاميرتك في الفيديو الجاي. باي.